السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده معايا ان شاء الله فيديو جديد. لو لسه ما اشتركتيش عندي على القناه انزلي اشتركي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ريد فيلفت، تورتايه كده حلوه، مش تورتايه يعني، يعتبر حاجه خفيفه خالص واسهل من التورته، يعني يعتبر ما فيهاش اي حاجه، حتى تزويقها هتشوفوها معايا او شفتوها في الصوره. اول حاجة معايا هنا 4 من البيض زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ده ريد فيلفت اهو. حطيت عليه نص كوباية من الزيت، وهنزل نص كيلو من الريد فيلفت. تمام، بالشكل ده. يبقى 4 بيض عليهم نص كوباية من الريد فيلفت، و نص كوباية من الزيت، سوري معلش، وكيس اللي هو نص كيلو الريد فيلفت. تمام كده، مقادير سهلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. ده محسن جل، براحتكم، حابينه في ناس ما بتحبهوش ما تحطيهوش، مفيش اي مشكلة خالص. بالشكل ده كده ممكن طبعا نحط معاه خل عادي خالص، بس انا هحط برضو خل. بس لو انتي مش حابة المحسن الجيلي، في ناس كتيرة مش بتحب تستعمله، شيليه خالص. معايا هنا ازازة الصغيرة ديت اللي هي اللبن الرايب، معايا اللي هي 220. لو مش حابة لبن رايب او مش عندك، ممكن نحط كوبايتين من الزبادي اللي هما الصغيرين. تمام كده، يعني واحدة لبن رايب او قصادها 2 زبادي اللي هو الصغير. تمام، طيب، او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. ومعايا الفانيليا بتاعتي، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. وادي معلقة الخل اللي انا قلتلكوا عليها. على فكرة دي من اسهل الطرق اللي انا بحب اعملها، يعني بصراحة هي بنت اختي اللي طلبتها مني، فانا ما ينفعش اقول لها لا يعني خالص. فقالت لي انا عايزاها لاني كانت شافتها قبل كده ان انا كنت عملتها في مرة، فهي عجبتها من ساعتها وقالت لي اعمليها لي تاني. دي معايا صينية صغيرة مقاس 26. تمام، مدهونة بس كده بالسمنة او زبدة اي حاجة. وكمان عايزة اقولكوا على حاجة، من غير ورق زبدة عادي جدا، يعني لو ما حدش عنده ورق زبدة ما تتأيديش وتقولي طب انا هحطها ازاي وانا ما عنديش ورق زبدة او الكلام ده. لا عادي خالص، ممكن تعمليها بدهنة كده من السمنة زي ما انتوا شايفين كده، بس تعملي طبقة كده حلوة وتنزلي بالخليط بتاعك اللي بالشكل ده كده، تحفة. وطبعا الفرن عندي يكون متسخن، يكون يعني درجة حرارة 180. لو الفرن يعني ايه يعني بارد قوي خليها اعلى شوية، لو وسط عادي خليها 180. وهندخل بقى الكيك بتاعنا اللي انتوا شايفينه الجميل ده في الفرن. بس طبعا ايه، يعني هخبط تخبطتين 3 كده علشان اطلع الهواء اللي جواه. تمام، بس مش هخبط على الرخامة، يعني هحطها كده على الارض واديها تخبطتين 3 كده. وبعد كده هدخلها الفرن زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وبصراحة انا اشتغلت فيها بقى تاني يوم، يعني انا سبتها خلاص طلعت من الفرن وبتاع، غطيتها وسبتها لتاني يوم بقى عشان ابتدي ان انا ازوق فيها. تمام كده، جينا بقى هنا لتاني يوم زي ما بقول لكم كده، قلت عشان ايه ازوقها بقى على الهادي خالص. قطعتها، هي ما بتبقاش طالعة مرتفعة زيادة عن اللزوم، هي بتبقى عادي طبقتين او 3 زي ما انتوا حابين. انا عملتها على 2 زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. تمام، طرية جدا ما شاء الله، مش محتاجة اصلا تتسقي ولا محتاجة اي حاجة خالص. معايا بقى ضربت كريم جانتيه، كلنا طبعا بنعرف نضرب كريم جانتيه عادي خالص. حطيتها في البلبلة اللي هي المدورة العادية خالص من غير اي رسومات. وعملت كريم جانتيه مع كريمة الباستري بالشكل ده كده اهو. والكريم جانتيه على فكرة انا عملته بس طلع يعني زي ما انتوا شايفين سيء جدا جدا جدا، واول مرة اجيب النوع ده. مش من المكان اللي انا بجيب منه على طول. بصوا بيمط كده، ليه مطة زي ما انتوا شايفين اهو. لو انتوا واضحين واضح معاكم، انا عملت كتير تورت على القناة بس ما طلعش معايا بالمنظر ده خالص، طلع سيء جدا وليه مطة كده. بس انا اتعاملت بقى معاه وحاولت ان انا ايه اظبط الدنيا زي ما انتوا شايفين كده. انا ليه عملت يعني بالبلبلة كده دواير كده من الجنب عشان بتبان بس من الطروف. ونزلت بقى في النص فراولة كده كده، اللي في النص عادي مش هيبان، بس الجناب بس هي اللي انا عايزاها تبان معايا. وكان عندي بقى الفراولة كده قطعتها وحطيتها. ما عندكيش مش لازم اصلا، ممكن ما تحشيهاش خالص، اعمليها عادية خالص مش لازم اي حشوات ليها. تمام،
هجيب بقى الطبقة التانية معايا اهي، زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو الكريمة بقى لما بتبان من النص كده بتبقى بس شكلا يعني حلوة يعني. تمام. ممكن تحطي على طول حتة واحدة كده على طول، بس بجد كان النوع سيء جدا جدا، مش نوع المتحدة خالص. طبعا سعره يعني السعر بتاعه ارتفع فالناس ما بقتش تجيبه، فده نوع تاني كده وندمت ان انا جبت منه يعني. تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، بعمل بس دواير كده بالكريم ده، بس مش حلو خالص، بالكريم شانتيه ده مش حلو خالص خالص. والله ما انا عارفه اصلا، انا سالته نوعه ايه بس انا ناسيه، وقال لي لا حلو وجميل وزي المتحده ولا اي حاجه خالص. كل ما اجي اضرب فيه زي ما انتم شايفين كده ليه مطه كده وغريب جدا يعني. تمام اهو. حتى انا زودت كمان عليه، لو انتم ملاحظين هو اصلا مش كريمه بيضه، انا زودت عليه كمان كان عندي كريم جانتيه بالفراوله، رحت مزوده عليه برضو، بحيث ان انا عايزه اظبطه شويه، مفيش خالص. تمام. بس الحمد لله يعني عدت على خير. معايا بقى فراوله كده قطعتها نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تزويق بقى زي ما انتوا حابين. ما عندكيش فراوله خالص، ممكن اللي هي حروف الكيك مثلا اللي طلعت منك، الوش بتاع الكيك اللي طلع، اي حاجة افركيها كده ورشيها على الوش وخلاص على كده، زي ما انا ما عملت بقى دلوقتي. بصوا بقى، انا طبعا هما طبقتين بس، فانا كان عندي شوكولاتة، عندي كيك اصلا، كيك يعني كان عندي كنت عاملاه لاولادي، رحت مقطعه منه على رسومات قلوب كده، وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده حطيتها في الخلة اللي هي الصغيرة، ورحت مدخلاها في الكيك بالمنظر ده كده. وكان عندي كريز لو انتوا شايفينه اهو مع الفراولة اهو، وزعت كده منه على التورتايه. وطبعا وش الكيك اللي طلع معايا كده والفرولة اللي طلعت ديت، رحت رشاها كده على الكيك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جميلة جدا وسهلة خالص، خفيفة ما فيهاش اي حاجة. الكيك طري، مش محتاج ان انا اسقيه اصلا اي حاجة خالص، زي ما انتوا شايفين بجد تحفة. جربوها حتى لو في تورته عاديه، تزويق عادي جدا، تزويق سهل، فرحي اولادك بقى بيها. وطبعا ما تنسونيش بقى في اللايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله اي جديد انا بنزله. وهستنى تعليقاتكم، هستنى رايكم على التورتايه الجميله السهله، مفيش اسهل من كده بجد، سهله جدا، مكونات كلها موجوده في البيت. عادي الفراولة دلوقتي موجودة، عايز تعمليها بكريز بس اعمليها، عايز تعمليها من غير فاكهة خالص مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تشتغلي بالكريمة بس وبشر الشوكولاتة كده، بشر الكيك، بشر اي حاجة زي ما انتوا شايفين، كيك عندك زوقي بيه اي حاجة خالص، مفيش اسهل من كده. واشوفكم على خير، وعليكم السلام عليكم.